السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. كيما العادة أني جيت وجبت لكم طبق اقتصادي، وصفة شتوية بنينة بزاف بزاف. وكيما سبق وعدتكم قلت لكم نجيب لكم وصفة تاع ترفاس صوص روج بالدرسة. واليوم درت معكم درسة اكسبريس، راح تكون سريعة وفي نفس الوقت راح نزيد مع هذا الترفاس اضافه راح تعطيه له واحد البنه ما نحكي لكمش. نتمنى يعجبكم الطبق تاع نهار اليوم، وما ننساوش نرحبوا بالاعضاء الجدد معنا في القناه ونقول لكم مرحبا بكم. ما تنساونيش بالدعم تاعكم، التعليقات المحفزه والجيم والبارتاج، والضغط على الجرس باش يوصلكم كاع جديد تاعي. نروحوا ديريكتومون للمقادير تاع الوصفه تاع نهار اليوم. كيما راكم تشوفوا لهنا عندي الترفاس بعد ما غسلته ونحيت منه هذه الكحوليه، عندي شويه تاع المعدنوس، عندي فصوصا تاع الثوم العدد تاعهم حسب حبات تاع الترفاس، عندي هذاك الحار الصغير اللي راح ندير به الدرسه، عندي شويه فلفل احمر حلو وشويه تاع الملح. وهنايا كيما راكم تشوفوا عندي ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. هنا هذاك الحار الصغير اللي يسموه احنا نعيطوا له راح نسيت اسمه، سبحان الله اسمه راه بين لساني والله غير نسيته. ساسافين دا احنا نقولوا له ساسافين دا احنا الناس الوسط. هاني تفكرت الاسم تاعو. كيما راكم تشوفون ندير هذوك الفصوص نتاع الثوم بعد ما غسلتهم ثاني مع هذيك الطماطم وهذاك القرونه الصغار نتاع الحار، نميكسيهم مليح بالبغاميكسور كيما راكم تشاهدوا. ومن بعد نزيد عليهم شويه نتاع الماء باش تجري لي هذيك الدرسه، ونعاود نواصل يعني الرحيه تاعها، نعاود نواصل بالبغا. وهنايا بجي جبت مقله درت فيها كميه نتاع الزيت، قيس 4 ملاعق كبار يعني معمرين مليح، نقلي فيها هذيك الدرسه. كما راكم تشوفوا هذه درسه اكسبريس، الدرسه يعني تاع بكري. واش يديروا فيها؟ يجيبوا مهراز، يديروا فيه الثوم، يديروا فيه الدبشه، يديروا فيه الساسافين ويطحنوا كل شيء بالمهرز. انا درت معكم هذه الدرسه اكسبريس وراح تعطيكم بنه وماش راح تفرق ما بين الدرسه الاصليه وهذه الدرسه اكسبريس. كما راكم تشوفوا زدت كميه مليحه لاباس بها نتاع الترفاس. كما نعرفوا رانا في وقته، يعني هذا هو الوقت اللي يوجد فيه الترفاس، يوجد في اواخر يعني الخريف وفي البدايه نتاع الشتاء كما راكم تشاهدوا. الا هنايا طيبتوا معاكم في وصفات سبقوا عده وصفات يعني، وكاين اللي بارطاجيتهم وكاين اللي ما بارطاجيتهمش، وفيت بالوعد تاعي واني جبت لكم بالدرسه. بعض المناطق يسموا هذه الترفاس بطاطا قصبيه، يعني اصحاب العاصمه يقولوا البطاطا القصبيه، كاين اللي يسموه بطاطا ترفاس، كاين حنايا الناس الوسط ديريكتومون نقولوا ترفاس. يعني كي تقولي لاي وحده ترفاس راح تعرفوا. كيما راكم تشوفوا لهنا في هذه المقله بعد ما تقلى لي هذاك الترفاس شويه وتقلات لي فيه هذيك الدرسه، زدت الكميه نتاع الملح والكميه نتاع البابريكا اللي هي فلفل احمر حلو. واصلت التحريك وراني نقلي فيها على نار متوسطه كيما راكم تشاهدوا. وواحد الريحه راهي تخرج من المقله ما نحكي لكمش، ريحه بزاف بنينه. وهنا هذا الطاس تاع البغا، الطماطم اللي بقات لي فيه هذيك الشويه زدت عليها ماء سخون، قيس 2 كيسان يعني تاع ماء سخون، وحرحرت في هذيك يعني الباقي اللي بقى لي في الطاس وزدته للمقله باش نقلي به كما راكم تشاهدوا. نواصل التحريك مره على مره، نبقى نقلب فيهم باش ما تنحرقليش. وراني هنايا زايده للنار. بعد في هذه المرحله نزيد عليهم المعدنوس اللي كنت قطعته، يعني درت رشه تاع المعدنوس. وبجيه كنت ديجا فورت الفول بعض المناطق يزيدوه يابس، انا ما كانش متوفر لي اليابس، كنت شاريه الفول اخضر يعني هكا كفري، فورته وزدته لهذا هذه المقله كما راكم تشاهدوا. درت كم شبرك تاع الفول ما كثرتش. كاين ثاني اللي يبغي يزيد الأرز يزيد الروز، يعني قيس مغرف ولا مغرف ونص ولا تاع روز تشليها عدة مرات وزيديها هكاك يابسة لهذه المرقة تاعك. وبدا يتقلي يعني خليها تقلى، غطيها وخليها ابجيه. انا لهنا في هذه المرحله اللي بدات تطبخ لي فيها عليها ونطفي، زدت 3 حبات تاع بيض كما راكم تشاهدوا.
ومن بعد نحرحر هذاك البيض شويه هكا بالمغرف باش هذاك البياض والصفر وكاع يتخلطوا لي في هذاك المرق بهذه الطريقه. ويعطيكم واحد البنه ما نحكي لكمش. ديجا البيض كما نعرفوا راح يساعد المرقه باش تنشف لنا، يعني باش تجي خضره ما تجينيش مايها بزاف وماش راح تجي ناشفه بزاف. اللي يبغي المرقه تكون يعني كيما تشكشوكه ما يقويش الماء، اللي يبغي هكا تكون فيها اون صوص شويه نتاع المرق يخلي فيها كميه نتاع الماء كما راكم تشاهدوا. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، ما تنساونيش بالدعم تاعكم وبالاشتراك. بلا ما نوصيكم هذه الطاجه هذه التقليه تاع الترفاس، يعني هذا الطبق تاع نهار اليوم راح يكون حار، مانيش راح ننصح به يعني يكون عندكم اطفال ولا ديروها لهم، باسكو راح تجي المرق حار صايلو كيما صفيطي وكلش وكاع راح يجي فيه حروريه، يعني غير الكبار اللي يقدروا ياكلوه. وهاوينا في صحن التقديم درت له رشه تاع معدنوس من الفوق للتزيين فقط. ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه. ما تنساونيش جربوا الوصفه وخلوا لي تعليقاتكم المحفزه اللي راح تخليني نحط لكم جديد، وراح نجيكم بالوصفات الاقتصاديه. نقول لكم نخليكم على خير الى وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.